السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو نعود بكم لأرشيف موسم 1948 1949، قصة لقب الوداد الوحيد في كأس شمال أفريقيا قبل استقلال المغرب. الوداد تأهل لدور الثمن النهائي بعد الفوز في التصفيات على كل من أونيون الدار البيضاء، شباب أطلس خنيفرة والبريد الرباطي. الأدوار النهائية تنطلق من دور الثمن النهائي. في هذا الموسم القرعة واجهت الوداد مع ممثل عصبة مدينة الجزائر ريد ستار الجزائري. المباراة ستجرى مطلع يناير الموسم 1949. حقق الوداد الرياضي انتصارا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، سجل كل من عبد السلام عاطف هدفين، بالإضافة للاعب شتوكي سجل الهدف الثالث من نقطة الجزاء. الوداد الرياضي في دور الربع النهائي من كأس شمال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، حيث أن القرعة وضعته في مواجهة فريق الاتحاد الإسلامي لمدينة بونا، الفريق حاليا تحت مسمى حمراء عنابة. المباراة سيحتضنها ملعب فيليب بالدار البيضاء وبحضور الأمير حسن بن محمد. استطاع الوداد حسم الأمور لصالحه بهدفي ديفيس جماد وأزهار مقابل هدف من توقيع سعد لممثل مدينة بونا. ليتأهل الوداد لدور النصف النهائي ليلاقي في مدينة الدار البيضاء فريق أولمبيك حسين داي ممثل الجزائر. واستطاع فريق الوداد تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة وقع كل من جماد والشوكي من ضربة جزاء والحجامي. الوداد الرياضي في نهائي كأس شمال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ويجد أمامه أحد أقوى الأندية المغربية حينها، فريق أتلتيكو أونيون الدار البيضاء، وهو نفس الفريق الذي أقصى الوداد في موسم 1948 من الدور التصفيوي الأخير من كأس شمال إفريقيا، وهو نفسه صاحب لقب كأس شمال إفريقيا للسنة الماضية، ووصيف الوداد في كأس أبطال شمال إفريقيا. وبعد أن حسم الوداد صراع بطولة القسم الشرفي لعصبة المغرب وتتويجه باللقب على حساب الأتلتيك ذاته، تأتي المباراة النهائية لكأس شمال إفريقيا كنوع من التأكيد على أحقية الوداد بألقابه المتعددة على حساب نفس النادي. المباراة التي لعبت منتصف شهر ماي 1949 على أرضية ملعب فيليب بالدار البيضاء عرفت حضور الأميرين الحسن وعبد الله في الولفة احتفالية تثبت تفوق كرة القدم بعصاب المغرب على نظيرتها في شمال أفريقيا، وهو النهائي المغربي الخالص الثاني في تاريخ البطولة بعد الأول الذي جمع استاد المغربي وسبورتينغ مراكش سنة 1939، وعرف تتويج الفريق العريق وزملاء أحمد شهود استاد المغربي. وبعد الشوط الأول انتهى على وقع البياض، دخل الوداديون الشوط الثاني متحمسون بشكل إيجابي، فاستطاع اللاعب عبد السلام من افتتاح التسجيل بعد دقائق من العودة للملعب، لكن روسيو أعاد المباراة لنصابها بعد 10 دقائق، غير أن الشوكي حسم الأمور لصالح الوداد بهدف ثاني قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت القانوني. وهكذا أحرز الوداد لقبه الوحيد في كأس شمال إفريقيا.